لما باجي بسمع اتنين بيكلموني عن نفس العلاقة بأفاجئ انه وانا بسمع الطرفين انا مش عارفة اتعاطف مع مين. زي المشهد بتاع آدم ونادين لما كانوا بيتعاتبوا ان كل واحد فيهم مقصر في حق التاني بشكل ازاي. لما بسمع اتنين بيتكلموا معايا بنفس الطريقة بحس مش عارفة اتعاطف، يعني مش عارفة اتعاطف مع مين. انت صح من وجهة نظرك وانتي صح من وجهة نظرك، بس انت لما تقعد فعلا تفكر هتلاقي ان كل شخص فيهم شايف نفسه ضحية للموضوع، شايف نفسه ضحية للعلاقة دي، شايف نفسه ضحية ومش مفهوم ومش مش متقدر، ومفيش حد مهتم بيه وبيبذل أقصى جهوده، والتاني ما بيبقاش واخد باله ان ده متقدر أو من الكلام اللي أنا لسه قايلاه. وبالتالي هنا بتبقى المشكلة. طب ايه اللي انا عايزه اقوله؟ انا عايزه اقوله ان احنا محتاجين نمسك العصايه من النص ونراجع دايما باهتمام. يا ترى انت احتياجاتك متلبيه معايا؟ يا ترى انا عارفه اقدرك بشكل واضح وده بيوصلك؟ يا ترى انت مبسوط؟ انا مهتمه بيك بما فيه الكفايه؟ هل انا عايش دور الضحيه بجد ولا عامل فيها ان انا عايش دور الضحيه؟ محتاجين نراجع. لو احنا شخص أسوياء نفسيا هنراجع العلاقة بتاعتنا شكلها عامل ازاي. هنقعد وهنتكلم وهيبقى في ترابيزة حوار، بس مش ترابيزة حوار عشان ننهي الموضوع، ترابيزة حوار علشان نراجع احنا فين وواصلين لفين.